في مصر وتحديدا في بورسعيد يتحول البيت الهادي الجميل ده لمسرح لجريمة من أبشع ما يكون. قصة مش بس خلت أهل المنطقة يترعبوا، لأ دي وصلت لمرحلة إنها هزت الرأي العام كله. القضية دي فيها أسرار وتفاصيل وخيانة تخليك تقول إزاي ده حصل، هو في فعلا حد ممكن يعمل كده؟ نورهان ما كانتش متربيه، لما دخل شاف الولع عندها في اوضه النوم، رياكشن وشها اللي باين للناس كلها انها مش مريضه نفسيا، دي واحده قذره. صعبان عليا، حرام عليكي. دي اسمها نورهان، عندها 20 سنة وطالبة في كلية الآداب في بورسعيد. والبنت دي جميلة جدا، كل أهل المنطقة بيشوفوها بيكونوا عايزين يتكلموا معاها وعايزين إن هم يتقدموا لها ويتجوزوها لأنها جميلة جدا. ونورهان دي طالعة من وسط عيلة محترمة جدا، أمها اسمها داليا وشغالة في مستشفى وست محترمة جدا، وكل اللي في المستشفى بيقولوا إن هي ست محترمة وشقيانة وعلى قد حالها. وأبوها وعندها أخين أحمد وآدم، فكده البيت مكون من الأب والأم ونورهان وإخواتها الاتنين أحمد وآدم، وبيت مهدي السر خالص، ما بيعملش مشاكل وفي حالهم ملهمش دعوة بأي حد. فقرروا بقى في يوم إن هم ينقلوا من الشقة اللي هم قاعدين فيها دي ويقعدوا في شقة تاني، يعزلوا من المنطقة دي ويقعدوا في شقة تاني. وفعلا أبو نورهان لم كل حاجة ولم العفش ولم كل حاجة وخد عياله ومراته وراحوا قعدوا في منطقة جديدة وفي شقة جديدة. في المنطقة الجديدة اللي هم نقلوا فيها دي ظهر ولد اسمه حسين، عنده 15 سنة، كان دايما بيلعب مع اخوات نورهان الصغيرين اللي هم احمد وادم، كان دايما يقعد معاهم، يقعدوا معاه لان هو يعتبره من سنهم. لكن حسين ده مشكلة، تشوفه تقول عليه ان هو عيل عنده 25 سنة 20 سنة، ما تقولش ان هو عيل عنده 15 سنة، لانه كان بيعمل مشاكل، كان بيتخانق، كان بيعمل حاجات كتيرة اكبر من سنه. حسين بقى اول ما شاف نورهان اعجب بها جدا، لان نورهان كانت جميلة جدا وكانت ملفتة، فأعجب بيها وكان عايز بأي طريقة إن هو يتكلم معاها، يجيب رقمها يكلمها في التليفون. فحاول أكتر من مرة إن هو يوقفها في الشارع ويتكلم معاها لكن معرفش. وفي مرة نورهان كانت بتدي لأخت حسين درس، فاستغل حسين إن أخته بتروح عند نورهان وبتاخد درس، فقرر يروح معاها يوصلها عند بيت نورهان. وهناك بدأ يتكلم مع نورهان وبدأ يقول لها إن هو عايز يتكلم معاها وعايز ياخد رقمها، لكن نورهان رفضت وقالت له لا انا هديك رقمي بتاع ايه، وكمان انت اصغر مني، انت عندك 15 سنة وانا عندي 20 سنة، فرق السن ما بيننا، هنتكلم في ايه؟ ومرت الايام وحسين بيحاول يكلم نورهان باي طريقة، يشوفها ماشية في الشارع يمشي وراها، يشوفها طالعة البيت يطلع وراها يحاول يكلمها، بيمشي وراها في كل حتة وبيحاول ان هو يجيب رقمها ويتكلم معاها بالتليفون. وفي الوقت اللي كان حسين بيتابع نورهان بيشوفها بتروح فين وجاية منين، شافها إن هي واقفة مع شاب، على حسب كلام حسين بيقول إن هو شافها واقفة مع شاب في حتة ضلمة وبيحصل حاجات كده مش لطيفة، فبدأ حسين إن هو يصورها بالتليفون. تاني يوم بقى حسين واجه نورهان وقال لها إن هو ماسك عليها صور وماسك عليها حاجات، وطالب بس إن هو ياخد رقمها ويتكلموا ويقربوا من بعض. نورهان في الوقت ده وافقت وقالت له ماشي وادته الرقم بتاعها، واستمر الكلام ما بينهم على التليفون، وبدأ الكلام إن هو يروح في حتت تاني، يتكلموا بقى في علاقة، يتكلموا بقى في حاجات كده لغاية لما الموضوع اتطور. وفي يوم نورهان قالت إن أبوها مش موجود في البيت، وفعلا أبوها نزل الشغل، وأمها كانت شغالة في مستشفى نزلت كمان هي الشغل، وأحمد وآدم إخوات نورهان كانوا في المدرسة. فتواصلت بحسين وحسين كلمها وقال لها إن هو يجي عندها البيت ويقعد معاها، وبحكم شغل أمها لأنها كانت شغالة في مستشفى كانت ممكن تقعد يوم كامل في المستشفى. فالمهم يعني في اليوم ده حسين دخل البيت وراح لنورهان وهما الاتنين قعدوا في الأوضة، والاتنين كانوا قاعدين مع بعض، وبدأت ما بينهم علاقة غير شرعية ما بين نورهان اللي عندها 20 سنة وبين جارها حسين اللي عنده 15 سنة. في الوقت ده نورهان كانت فاكرة إن أمها هتقعد يوم كامل في المستشفى، عندها شيفت زيادة وهتقعد في المستشفى، لكن اليوم ده أمها الحاجة داليا رجعت للبيت وفتحت الباب ودخلت جوه، وفتحت أوضة نورهان تكتشف إن نورهان نايمة جنب حسين وواقفة في موقف لا تحسد عليه. بصراحة مسكينة الست، لا يا بنتها نايمة مع عيل عنده 15 سنة وفي البيت وعلى السرير. في الوقت ده الأم راحت على طول صوتت ونورهان صحيت وحسين صحي وجري طلع على بره. في الوقت ده الأم اتخانقت مع نورهان خناقة كبيرة وقالت لها إن هي مش بنت بنود
وإن هي هتروح تكشف عليها وتشوف هل هي عذراء ولا لأ. ونورهان في الوقت ده لما سمعت الكلام ده من أمها خافت جدا، خافت إن هي تروح تكشف عليها وتكتشف إن هي مش عذراء، لأن نورهان فقدت عذريتها. والأم على طول طلبت من نورهان، قالت لها مالكيش دعوة بحسين ده خالص وما تكلميش حد نهائي، لأن نورهان أصلا من طبعها كانت اجتماعية زيادة عن اللزوم، كان لها علاقات كتير، بتتكلم مع شباب، بتخرج معاهم، يعني الدنيا معاها مش أحسن حاجة، بتكلم شباب وبتخرج وبتاع. فأمها قالت لها خلاص مفيش تعامل مع حد نهائي، وحبستها كمان في البيت، وقالت لها إن هي هتروح تكشف عليها وتشوف هل هي بنت بنوت ولا لأ. ودي الحاجة الوحيدة اللي كانت مزعلة نورهان، لأنها كانت خايفة من الفضيحة، وخايفة إن أمها لما تكشف عليها تعرف إن هي مش بنت بنوت. لكن بعد الموقف ده نورهان ما قطعتش علاقتها بحسين، والاتنين بدأوا يتواصلوا، بالرغم من أمها خدت تليفونها، إلا إنها كانت بتحاول تتواصل بحسين بتليفون أمها اللي موجود في البيت، وكانت بتنزل تقابل حسين. وكانوا حسين برضه لما يلاقي إن مفيش حد في البيت يروح للبيت ويقعد معاها ساعة ويعملوا علاقة غير شرعية مع بعض. وفي الوقت اللي هما كانوا فيه مع بعض فكرت نورهان وقالت إن هي لازم تخلص من أمها، وفهمت حسين إن أمها هي اللي واقفة في طريقهم، وإن هي اللي مش هتخليهم يتجوزوا، وإن هي مش هتخليهم إن علاقتهم تستمر، مش هتخليهم كمان يشوفوا بعض ولا يتقابلوا مع بعض. بدأت تفهم حسين إن هما لازم يخلصوا من أمها بأسرع طريقة ممكنة وبطريقة ذكية، عشان محدش يكتشف إن هما اللي عملوا كده. ومع مرور الوقت بقى أم نورهان بدأت تشوف عريس لنورهان عشان تتجوز، عشان كده الأمور هتسوء وسمعتها هتبوظ، لأنها كانت برضو نورهان في المنطقة سمعتها مش أحسن حاجة. فقررت إن هي تشوف لها عريس وتجوزها في أسرع وقت ممكن عشان تستر بنتها. وفعلا الحاجة داليا شافت لبنتها عريس، وجه واتخطبوا هما الاتنين، والأمور كانت ماشية طبيعية. وفي الوقت ده حسين كان متضايق جدا، وكان بيتواصل مع نورهان بالرغم إن هي اتخطبت، كان بيتواصل بيها ويقول لها إن هو لسه بيحبها وإن هو عايز يكمل معاها، لكن نورهان أصلا مش بتحبه. وبالرغم إن نورهان اتخطبت وبقت مخطوبة، لأن إنها كانت على علاقة برضه بحسين، وكانت بتتواصل معاه وبتتكلم معاه. ونورهان وهي قاعدة مع نفسها بدأت تفكر الشيطانة دي، وقالت إيه يعني لما أضرب عصفورين بحجر واحد، أخلي حسين يتخلص من أمي ويقتلها، ولما يتقبض عليه هيخش السجن وهرتاح من حسين، لأن حسين برضه كان كل شوية بيطلب إن هو يقابلها، وكان كل شوية بيطلب إن هو يعمل معاها علاقة غير شرعية. فقررت إن هي تتخلص من أمها، لأن أمها كانت كل شوية تكلمها وتقول لها أنا هروح أكشف عليكي، هروح أشوف أنت لسه بنت بنوت ولا لأ، كانت ضاغطة عليها. فهي قررت إن هي تتخلص من أمها عن طريق حسين. يعني بجد بنت شيطانة. فضلت بقى تكلم حسين في التليفون ويتفقوا على كل حاجة، ويتفقوا على يوم التنفيذ. وجي بقى يوم التنفيذ، بيت كان كله فاضي، مفيش غير نورهان بس هي اللي قاعدة في البيت، الأب في الشغل، والولدين الاتنين اللي هو أحمد وآدم أخواتها الصغيرين بره البيت، وأمها داليا في الشغل في المستشفى. فهي كانت قاعدة في البيت مستنية لغاية لما أمها ترجع. وأمها رجعت من المستشفى كانت تعبانة ودخلت أوضتها تنام. على طول نورهان اتصلت على حسين وقالت له ده وقت التنفيذ، تعالى بسرعة للبيت. وجي على طول على البيت وفتحت له نورهان البيت. وحسين كان معاه عصاية مليانة مسامير، وكان معاه شاكوش، وفتحت الأوضة، وأمها كانت نايمة قدامها، ودخلت حسين على أمها. وحسين بدأ يضرب فيها حوالي أكتر من نص ساعة، بيضرب فيها عشان تفقد الوعي خالص وتموت. وفي الوقت ده نورهان دخلت المطبخ عشان تسخن مية، لأن حسين طلب منها إن هي تخش تسخن مية وتجيبها له بسرعة. وفعلا نورهان جابت لحسين المية، ومسك المية وهي سخنة ودلقها على الحاجة داليا أم نورهان. ونورهان واقفة وشايفة المنظر، وشايفة إن حسين بيخلص على أمها، لغاية لما الأم ما قدرتش تستحمل خلاص كمية طعنات وكمية ضرب، لغاية لما فقدت الوعي وماتت. بدأت بقى نورهان وحسين يلموا كل الأدلة وينظفوا كل حاجة، ينظفوا الأرض من الدم، ويلموا ويشيلوا العصاية والشاكوش وكل حاجة استعملوها، ونظفوا كل حاجة حرفيا أكنها عملية سرقة، عشان تبان لما تيجي رجال المباحث ويحققوا في القضية يكتشفوا إن حد دخل جوه البيت يسرق، ولقى إن داليا جوه الحاجة وبدأ يضربها بغرض السرقة، تبان إن هي عملية سرقة. لكن نسيوا أهم حاجة، وهو التيشيرت بتاع حسين، لأنه كان مرمي جنب الحيطة. وفي الوقت ده نورهان خرجت بره البيت
على أساس إن هي بقى إيه رايحة تجيب حاجة، إن هي عشان تبان إن هي مش موجودة في البيت نهائي وقت حدوث الواقعة. خرجت برّه البيت إن هي عند صاحبتها، إن هي رايحة لأمها الشغل، إن هي بأي حِجة. فالمهم يعني البيت كان فاضي ما فيهوش غير جثة الحاجة داليا أم نورهان مرمية في البيت. فرجع الأب من شغله وفتح الباب ودخل لقى المنظر المرعب ده، اتصدم واتصل على طول على رجال الأمن، ورجال الأمن جُه بأسرع وقت، ورجال المعمل الجنائي كمان وصلوا وبدأوا يعاينوا كل حاجة موجودة في مكان الواقعة، واكتشفوا إن في تيشيرت غريب مرمي جنب الحيطة. رجال الأمن على طول بدأوا يسألوا بقى إخوات نورهان: هو التيشيرت ده بتاع مين؟ أنتم شفتوا التيشيرت ده قبل كده؟ إخوات نورهان اللي هو أحمد وآدم الصغيرين قالوا له إن التيشيرت ده بتاع جارنا حسين. رجال الأمن على طول قبضوا على حسين وبدأوا يحققوا معاه، وكل ده نورهان مبينة قدام الناس إن هي بتعيط، وإن هي صعبان عليها أمها، وإن هي مبينة قدام الناس كلها إن هي منهارة وبتعيط على اللي حصل لأمها، وكل ده على أمل إن أصلا حسين مش هيتكلم ولا يعترف عليها. لكن رجال الأمن لما ضغطوا على حسين وقالوا له أنت عملت كده ليه والأدلة كلها ضدك، اعترف بكل حاجة وقال إن نورهان هي اللي قالت له يعمل كده عشان يتخلصوا من أمها، والاتنين يبقوا مع بعض ويقدروا يعيشوا مع بعض ويروحوا وييجوا مع بعض ويعملوا علاقة مع بعض، لأن الأم هي اللي واقفة في النص ومش مخليهم يقابلوا بعض. استغلت إن حسين عنده 15 سنة، واستغلت إن هي قالت له إن هي بتحبه ووهمته بالحب، لكن هي نورهان ولا بتحبه ولا حاجة، كانت عايزة تتخلص من أمها وتتخلص من حسين لأنه يتسجن، ما تعرفش إن حسين هيعترف عليها. وفعلا حسين اعترف بكل حاجة وقبضوا على نورهان، ولما ضغطوا على نورهان اعترفت كمان ومثلت الجريمة. بجد عمري ما أتخيل إن بنت تعمل في أمها كده، يعني أنت بنت مش محترمة ومش كويسة كمان تخلصي على أمك بالطريقة البشعة دي، واتحكم على نورهان بالإعدام. أما حسين اتحكم عليه بأقصى عقوبة ممكنة لأنه تحت السن القانوني، مش هينفع يتحكم عليه بالإعدام عشان القانون بتاع مصر اللي الصغيرين اللي تحت السن القانوني ما ينفعش يتحكم عليهم بالإعدام، لكن أخد أقوى عقوبة ممكنة في سنه.